ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يا رب تكونوا بخير يا حلوين. النهارده عامله لكم جايبه لكم فكره ووصفه خطيره خطيره خطيره. النهارده هنعمل مع بعض كده وصفه اقتصاديه كده، ويلا كده مع بعض كده توفير. زي ما اتفقنا كده كل حاجه هنعملها في البيت ومش هنشتري حاجه غاليه من بره، ويلا نفكر مع بعض ونعمل كل ما هو فيه توفير. هنعمل ايه بقى يا حلوين؟ بس اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا له لايك عشان يوصلني منكم كل جديد. شوفوا يا حلوين النهارده هنعمل ايه. انتوا عارفين طبعا كستات بيوت ان الفلفل الاسود ده اول حاجه في البهارات بتخلص معانا بسرعه كده، كلنا متفقين على ده. والسعر بتاعه يعني غالي جدا بقد كده. تعالوا النهارده هنعمل فكره مع بعض اقتصاديه كده وهتوفر. هنجيب الفلفل الاسود مش مطحون، هنجيب حبيبات من بره، وهنجيب معاه كزبره اللي هي ناشفه. هتجيبي الكميات اللي بتحبيها، بس زي ما بصوا يا حلوين عشان تطلع الوصفة معانا صح وتنجح معانا، نخلي كمية الفلفل الأسود قد كمية الكزبرة اللي احنا هنضيفها. هنعمل ايه النهاردة؟ الوصفة دي بتاعتنا كده هتضاعف الكمية، وشوية الفلفل دول هنضاعفهم ضعفين الكمية مع بعض بالطريقة اللي معانا ده، هي عشان نوفر كده مع بعض وما نشتريش الفلفل الأسود بغالي بقد كده. يلا نعمل مع بعض كده. هنعمل ايه بقى؟ هنروح على النار ونجيب طاسة ونحاول ندفيها الأول كده زي ما انتوا شفتوا. بعد كده هننزل بالفلفل الاسود وننزل بالكزبره اللي معانا اللي هي الناشفه، وهنقلب كده مع بعض لغايه ما تحمصوا ويطلعوا لنا ريحه تجنن كده. يبقى احنا النهارده يا حلوين الوصفه بتاعتنا ديت بنعمل ايه بقى؟ بنضاعف بيها كميه الفلفل الاسود، لان زي ما احنا قلنا الفلفل الاسود ده غالي جدا. وعشان نوفر شويه كده مع بعض هنضيف ليه الكزبره اللي هي الناشفه دي، وهنطحنهم مع بعض وهيطلعوا في الاخر فلفل اسود. وبصي النتيجه مبهره جدا، مش هتصدقي ان الكزبره ما بانتش فيه كده، وانه فعلا فعلا باين فلفل اسود، والطعم برضو بتاعه مفرقش كتير هو هو. شوفي يا حلوين هنعمل ايه. هنقلبه كده مع بعض كده لغايه ما يتحمص كده ويبدا يطلع ريحه كده. بس زي ما قلت لكم يا حلوين الطاسه نطفيها الاول على النار عشان ما يغيبش معانا. هم يا دوب دقيقتين كده هنحمصهم كده كلهم مع بعض. شويه الفلفل الاسود دول اللي انا جايباهم دول يا حلوين حوالي ب20 جنيه. لكن الكزبرة مش غالية، تقريبا ب5 جنيه او حاجة، تقريبا ب5 جنيه. ضافت معانا الكمية وعملت لنا حوالي ربع كيلو فلفل اسود. كنا هنجيبهم من بره بقد كده. عملنا الفكرة الموفرة الاقتصادية دي كده مع بعض، واللي يجربها بقى يقول لي ايه رأيكم. زي ما انتوا شايفين كده يا حلوين هنقلبه شوية كده بس هو يتحرق منكم. النار طبعا هادية جدا. هنقلبه كده لغاية ما اتحمص كده عشان ايه ما ياخدش طحن معانا كتير، ويبقى سهل في عملية الطحن بتاعته، وبرضه يبقى ناعم في الاكل كده. الوصفة دي جميلة جدا، حاولوا تجربوها. ويلا كل سنة وانتم طيبين كلها. شهرين وندخل كده على رمضان ونعمل وصفات اقتصادية كده توفر معانا، عشان يعني نقدر كده نسيطر على الغلا اللي احنا فيه ده. بعد كده يا حلوين بعد ما حمصناه كده وريحته مش قادره اقول لكم ملت الشقه وريحته جميله جدا، هنعبي بقى ايه حبات صغيرين كده في المطحنه بتاعه الخلاط الصغير عندك. بعد كده طحنتهم كلهم مع بعض. شايفين بسم الله ما شاء الله الكزبره اتدارت خالص خالص ما عادتش باينه، وبقى الكميه كلها فلفل اسود وريحته فواحه جدا. انت لو حاولتي تدوقي كده بس ريحة الفلفل فعلا نفاذة جدا جدا جدا، احسن كمان يا جماعة ما بنشتريه مطحون من بره. الطريقة دي بتضاعف معاكم الكمية زي ما انتوا شايفين احنا شارين بكبشة حبة صغيرين قد كده فلفل اسود ب20 جنيه. شايفين لما ضفنا عليها الكزبرة الناشفة عملت ايه؟ ضعفت معانا الكمية اضعاف، وطعمها جميل جدا جدا. انتوا ممكن كمان تطحنوها انعم من كده. تمام يا حلوين. ودي النتيجة بتاعته في الاخر كده، يعني بسم الله ما شاء الله عمل معانا كمية قد ايه. الفلفل الاسود زي ما قلت لكم اغلى حاجة في السوق. يلا مع بعض كده في البهارات، يلا مع بعض كده نعمل الوصفة دي اقتصادية وتوفير، ووصفة كده على قد الايد. ويا رب الوصفة دي تكون عجبتكم يا حلوين وما تكسروش.